بتيجي بتصميم خارجي وداخلي متميز جدا وديناميكي وعصري، مع مستويات راحة وأمان عالية، وخطوط العربية جريئة ورياضية متناسبة مع حجم العربية وتصنيفها. الشبكة الأمامية عريضة وخطوطها على شكل مثلثات أو حروف بي، مدية لواجهة العربية شكل أنيق ورياضي، ويتوسطها علامة سات بالكروم اللامع. تحت علامة سات بالظبط هتلاقوا الكاميرا الأمامية، ودي موجودة في الفئة الثالثة والرابعة بس. منظومة الإضاءة في العربية كلها ليد، سواء كشافات أمامية أو فوانيس خلفية أو حتى كشافات الضباب. ولو بصينا هنا في الجزء الخلفي هنلاقي لايت بار شكله أنيق وبيجي بإضاءة ليد، وهنا في كاميرا خلفية ودي بتيجي في كل الفئات، وهنا في سنسور بخاخ مية لتنظيف الكاميرا اوتوماتيك او من زرار في الكونسول الامامي. عندنا هنا سبويلر خلفي وتحته اشارات الستوب اللي بتيجي باضاءة ليد. العربية من الجنب كبيرة وفيها اسفل البيبان حليات لونها كوزمو جراي، اما عتب العربية من تحت كله من الفايبر لحماية العربية. العربية بتيجي بفتحة سقف بانوراما محاطة بروف راك انيق. مرايات العربية كهرباء وبتيجي بلون رمادي اللي هو كوزمو جراي، وفيها كاميرات جانبية على كل مراية. الكاميرات دي بتتعاون مع الكاميرا الأمامية والخلفية عشان تدينا رؤية محيطية 360 درجة، وفيها حاجة ظريفة كده زي سنسور ترحيب عند الاقتراب منها، وكمان فيها ميموري وتدفئة. السية التراكو بتيجي بطول كلي 4 متر 73 سنتي ونص تحديدا، العرض متر 83 سنتي و9 من 10، ارتفاع العربية متر 65 و8 من 10، ارتفاع العتب من الأرض 19 سنتي، وده بيعتبر ممتاز برضو في عربية SUV. قاعدة العجلات 2 متر 79، ودي قاعدة تعتبر طويلة. فبالمناسبة أحيانا قاعدة العجلات طويلة بتدي برضو وسع في الصالون. وبالمناسبة كمان هي برضو قاعدة العجلات دي اسمها MQPA الخاصة بفولكس فاجن، وبيستخدموها في عربيات سكودا وكودياك وتيجوان. جنوط العربية بتيجي 20 بوصة في الفئة الرابعة اللي هي FR، و19 في الفئة الثالثة، و18 في الفئة الثانية، و17 في الفئة الأولى كده بالترتيب يعني. وعلى فكرة العربية برضو بتنافس البيجو 5008 والكودياك والتيجوان. العربية ضخمة وكبيرة ومع ذلك محتفظة بالشكل الرياضي الجميل، وأبعاد العربية بتخليها أكبر عربية في فئتها في السوق المصري. شنطة العربية مساحتها 230 لتر، ومع طي الكرسيين الإضافيين بتوصل ل 700 لتر، بس مساحة الشنطة في الفئة الأولى بتيجي 760 لتر. الشنطة فيها سنسور لفتحها بالركب.